ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولو أن لكل مشرك بالله جميع ما في الأرض من أموال نفيسة لجعله مقابل فكاكه من عذاب الله لو أتيح له أن يفتدي به. وأخفى المشركون الندم على كفرهم لما شاهدوا العذاب يوم القيامة، وقضى الله بينهم بالعدل وهم لا يظلمون، وإنما يجزون على أعمالهم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إن لله وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض. ألا إن وعد الله بعقاب الكافرين واقع لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك فيشكون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو سبحانه يبعث الموتى ويميت الأحياء، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءكم القرآن فيه تذكير وترغيب وترهيب، وهو شفاء لما في القلوب من مرض الشك والارتياب، وإرشاد لطريق الحق، وفيه رحمة للمؤمنين فهم المنتفعون به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أيها الرسول للناس ما جئتكم به من القرآن هو فضل من الله عليكم ورحمة منه بكم، فبفضل الله عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن فافرحوا لا بسواهما، فما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه خير مما يجمعونه من حطام الدنيا الزائل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني عما من الله به عليكم من إنزال الرزق فعملتم فيه بأهوائكم فحرمتم بعضه وأحللتم بعضه. قل لهم هل الله أباح لكم تحليل ما أحللتم وتحريم ما حرمتم أم أنكم تختلقون عليه الكذب؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وأي شيء يظنه مختلق الكذب عليه واقعا بهم يوم القيامة؟ أيظنون أن يغفر لهم؟ هيهات، إن الله لذو إفضال على الناس بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، ولكن أكثرهم جاحدون نعم الله عليهم فلا يشكرونها. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون أيها الرسول في أمر من الأمور وما تقرأ من قرآن وما تعملون أيها المؤمنون من عمل إلا كنا نراكم عالمين بكم ونسمعكم حين تشرعون في العمل مندفعين فيه. وما يغيب عن علم ربك وزن ذرة في السماء أو في الأرض ولا أصغر من وزنها ولا أكبر إلا وهو مسجل في كتاب واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. هؤلاء الأولياء هم الذين كانوا يتصفون بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم برؤيا صالحة أو ثناء الناس عليهم، ولهم البشارة من الملائكة عند قبض أرواحهم وبعد الموت وفي الحشر، لا تغيير لما وعدهم الله به. ذلك الجزاء هو النجاح العظيم لما فيه من نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا تحزن أيها الرسول لما يقوله هؤلاء من الطعن والقدح في دينك، إن القهر والغلبة كلها لله فلا يعجزه شيء، هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ألا إن لله وحده ملك من في السماوات وملك من في الأرض، وأي شيء يتبعه المشركون الذين يعبدون من دون الله شركاء لا يتبعون في الحقيقة إلا الشك، وما هم إلا يكذبون في نسبتهم الشركاء إلى الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو وحده الذي جعل لكم أيها الناس الليل لتسكنوا فيه عن الحركة والتعب، وجعل النهار مضيئا لتسعوا فيه بما يرجع إليكم بنفع في معاشكم، إن في ذلك لدلائل واضحة لقوم يسمعون سماع اعتبار وقبول. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال فريق من المشركين اتخذ الله الملائكة بنات تقدس الله عن قولهم، فهو سبحانه الغني عن جميع مخلوقاته، له ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض. ليس عندكم أيها المشركون برهان على قولكم هذا، أتقولون على الله قولا عظيما إذ تنسبون إليه الولد لا تعلمون حقيقته دون برهان. قل إن
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل لهم أيها الرسول: إن الذين يختلقون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يظفرون بما يطلبونه ولا ينجون مما يرهبونه. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فلا يغتروا بما يتمتعون به من ملذات الدنيا ونعيمها، فهو متاع قليل زائل، ثم إلينا رجوعهم يوم القيامة، ثم نذيقهم العذاب القوي بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله.